بيفصلنا يوم عن ماتش القمة وهو ماتش مهم قوي ويفرق للنادي الأهلي جدا. يجي واحد يقول لي ليه ده ماتش زي أي ماتش. أحب أقول لك يا صاحبي إن ماتش زي ده هيبعدك عن الزمالك بفارق 8 نقط، وهيبعد الزمالك عن المنافسة، فبالتالي ماتش مهم وقوي كمان. وخلينا نخش في الحاجات المهمة على طول. آخر ماتش للزمالك كان قدام بتروجيت، ولو بصينا عن تشكيلة الزمالك وقتها هنلاقي إن جوزيه بيسيرو على قد ما قدر كان بيحاول يعمل توازن بين الدفاع وخط الوسط عشان يأمن نفسه وفي نفس الوقت يأمن انطلاقات للاعيبة الخط الأمامي بتاعه. تشكيل من وجهة نظري خطوطه تتمثل في قلبين الدفاع والجبهة الشمال وفي خط الوسط. قصدي هنا اللاعبين محمد شحاتة ومحمد السيد، اتنين لاعبين صغيرين في السن بس إمكانياتهم كبيرة، ولازم النادي الأهلي يعمل لهم حساب وما يستقلش بحد منهم. عبد الله السعيد موجود ليه خطوطه وليه أهميته، بس أنا تركيزي بالذات على اتنين اللعيبة دول. نقطة ضعف الزمالك أو نقط ضعف الزمالك من وجهة نظري أنا بتتمثل في اتنين لعيبة بس، نبيل عماد دونجا، وفي الجبهة اليمين اللاعب عمر جابر. واحد يقول لي طب ازاي؟ هرد واقول لك ان دونجا بعيد تماما عن المنافسة ومركز بره الملعب. عمر جابر لو لعبت عليه لعيب صغير زي كريم الدبيس او مصطفى العيش ومعاهم امام او وسام، فانت كده اخدت اللي انت محتاجه ولغيت الجبهة دي خالص من حسابات نادي الزمالك. متوقع إن بيسيرو يعمل تغييرات بسيطة عن تشكيل ماتش بتروجيت، زي مثلا إنه يلاعب عواد مكان محمد صبحي، وفي حال جاهزية أحمد حمدي ممكن يلعبه على حساب محمد السيد، ممكن يبدأ بناصر ماهر مكان الجزيري، بس دي أستبعدها شوية لأنه محتاج ناصر ماهر كبديل عشان يصنع له الفارق في ماتش مهم زي ده. الحاجات البسيطة اللي أنا قلتها ديت أكون جمعت لك الحاجات المهمة الخاصة بماتش بكرة بإذن الله، وربنا يكرم الأهلي ويكسب. ما تنساش في النهاية لو عجبك الفيديو تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في أمان الله.